يعد مترو الأنفاق من أهم وسائل النقل الجماعي التي يعتمد عليها الملايين في مصر يومياً، ولكن مع هذا الحجم الهائل من المستخدمين بات من الضروري فرض نظام يضمن انسيابية التشغيل واحترام القواعد. لهذا السبب وضعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قائمة غرامات صارمة تهدف إلى الحد من السلوكيات المخالفة وضمان تجربة آمنة ومنظمة للجميع. تتنوع الغرامات المفروضة داخل مترو الأنفاق حسب نوع المخالفة، حيث تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 1000 جنيه. تفرض الغرامة بقيمة 50 جنيها على مخالفات بسيطة مثل تجاوز عدد المحطات أو الوقت المحدد للتذكرة، أو استخدام التذكرة في الذهاب والعودة دون إذن. كما يفرض نفس المبلغ عند انتظار ركاب بتذكرة لفترة تتجاوز الساعتين داخل المحطة، أو تجاوز مناطق الاشتراك المحددة باستخدام الكارت الذكي. فيما يتعلق بالمخالفات الأكثر خطورة، تفرض غرامة قدرها 100 جنيه على من يستخدم تذاكر مخفضة مخصصة لفئات معينة دون وجه حق، أو عند عبور بوابات الدخول أو الخروج دون تذكرة مسجلة. كما تصل الغرامة إلى 300 جنيه عند استخدام اشتراك منتهي الصلاحية، مع إضافة 50 جنيها كرسوم إضافية. أما الغرامة الأشد فتبلغ 1000 جنيه، وهي مخصصة لاستخدام اشتراكات كبار السن من قبل أشخاص غير أصحابها، ويرافق ذلك سحب الاشتراك وإيقافه. ومن بين المخالفات الشائعة الأخرى يفرض مبلغ 250 جنيه على التدخين داخل المحطات أو القطارات، أو إلقاء المخلفات، أو ركوب الرجال في عربات النساء. وتشمل القائمة أيضاً غرامات بنفس القيمة على التسول، البيع دون تصريح، أو عبور شريط سكة الحديد بطريقة غير قانونية. أما تعطيل القطارات عمداً أو العبث بمعدات التشغيل فتحسب غرامته ب300 جنيه لكل دقيقة تأخير. تسعى الشركة المصرية من خلال هذه الغرامات إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقواعد وضمان راحة وسلامة جميع الركاب. وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أن الغرامات مرتفعة، إلا أنها ضرورية للحفاظ على النظام ومنع أي تصرفات تخل بسير العمل. لذا يبقى الالتزام بالقواعد هو الحل الأمثل لتجنب هذه الغرامات وضمان تجربة نقل آمنة ومريحة للجميع.